السلام عليكم، صباح الخير وصباح النور، صباح الورد والياسمين على المتتبعات ديالي الغزالات الامهات والاخوات اللي كيشاهدوا هذا الفيديو. كنقول لكم صباحكم مبروك ونهايه اسبوع موفقه بالصحه والسلامه يا ربي وبطول العمر. فاليوم مع روتين جديد كيف ما العاده، الحداقه والطاقه الايجابيه، واليوم جايين عندي مالين الدار، ضروري نزيدوا الحداقه شويه. ايوا ها نتوما معايا. فبدايه جمعت الدار كيف ما العاده وجيت هنايا ندوز لاسبيراتور، وقلت نشد لكم هذه القيطه هذه قبل ما نمشيو للكوزينه للطلب ديال واحد المتتبعه. قالت لي عافاك سعاد هضري لينا على لاسبيراتور باش كتخدمي، عطينا التفاصيل عليها. فمرحبا والف مرحبا. المهم بعد هنايا الصالون راه ما غنديروش كامل، غندوز غير هذه البارتيه هذه حيت منقيه ديجا مدوزه ليه لاسبيراتور نقي. وهاد البلاصه ضروري الغبره ضروري كدرا هارون بالرجال واللعب وهذا. فغندوز غير هاد البلاصه هذه ونمشيو لبيت نعاس هو اللي نكملوه. فبالنسبه للاسبيراتور فكانت خداتها الميمه فاش كانت في خريبكا، خداتها ب 500 درهم، سميت لا مارك بانومي. هي باينه غتكون ماركه ديال برا، خداتها عند صحاب اللي كيبيعوا الماعن، سميت الماركه بانومي. وبالنسبه للثقل فهي ثقيله والصوت ضروري كدير الصوت، ولكن اللي مخليها مغطي على هذا الشيء كامل راها كتنقي مزيان. الا دوزتيها صافي عرفتي اش دوزتي، الغبره رقيقه ما كتبقاش، الخمله الشعر المهم كل شيء راه ممكن تدوزوها حتى على الارض. انا هنايا دوزتها غير على هذا الشيء وعاد غندوز الشطابه. فغادي نشوفوا هذا الشيء اللي غنفرغ دابا راه غير ديال ديك المره فاش كنت دوزتها وديال هاد المره، وشوفوا كيفاش لقيتها عامره كتجر النيت. عاد انا كنحل الشراجم ديما الغبره، ولكن هذه الصراحه ولات نافعاني واحد النفعه ما كايناش. ايوا المهم هذا الشيء قلت نهضر لكم عليها. الله هكا اللي باغاها تلقاها، غير هما ولاو هذوك اللي كيكونوا هكا طوال السونفيل اللي كيتسموا كيكونوا براتيك كتر. هذه ضروري خصك تجمعي البريد، خاصك تخصصي لها واحد البلاصه. هذوك اللي كيكونوا واقفين كيكونوا ساهلين، ولكن الا جينا نشوفوا على حساب هذه واش كتنقي راه ما نعاودوش الهضره. ها نتوما شوفوا الغبره الرقيقه هذيك خلاص راه كتجرها واخا تكون هكا في الزرابي وفي السكات ديال البي في سي كتحيد كلشي. ايوا المهم رانا هضرت لكم عليها بزاف، ويا ربي المتتبعه اللي باغا تسمع هاد الهضره اللي انتريستي بها تكون كتسمعها. فكيف ما قلنا غندوز الشطابه، نمشي نغسل يدياتي، ويلا نمشيو ان شاء الله للكوزينه نبداو غدانا ديال اليوم. والغديوه اللي غنقادو اليوم غادا تكون برعايه السفرجل، هو الرئيسي اليوم. غنديروه باللحم. الحيمات هما غسلتهم هنايا كيتسقطروا. ناخذ الكوكوط ديالها ونقولوا بسم الله. هنا غنديروا واحد نص كاس ديال الماء، فين ندير العطريه ونديروا الحيمات نيت يشربوا العطريه. نذوبوا مليحه ديال الاولى، معلقه صغيره ديال الخرطوم، نص معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، هاد العويلات ديال القرفه، غناخد الزعفران شاطه، كل شيء ونروحو للحيمات. هانتوما كياخدوا ديك العطريه كامله بالمنيس. وجدت البصيله والثومه والربيع، غنقاد واحد القبيطه، غنخلي هذا اللحم يشرب العطريه. نحيدو هذا الشيء كيف ما كنقولوا ديما، الشقه يكون منظم باش ملي تسالي ما تلقايش راسك في الروينه. انا لا غير سالنيت راني خويتها باش هكا اللي حيدتها نديرها.
خديت واحد الحبه كبيره ديال البصله، درت معاها 2 بصوصه ديال الثومه، وهنايا ربيطه ديال القزبر ومعدنوس. طبعا بالنسبه هنايا للسفرجل اللي باغاه معسل راه غادي نقطعو حتى انا وغنقادو غنزوقوه هكا بشريطات، وغادا نديرو في الكوكوط غنخضر به مع اللحم هكا كيبغيو هما اللي ندار، ما كيبغيوش معسل. اللي بغات تعسلو بالنسبه للطريقه اللي كيبغي بحال الشكل ديال البرقوق، فكتاخذوا الكاسرونه كديروا فيها الماء، كديروا فيها مليحه وعويد ديال القرفه، وكديروه يتسلق مزيان حتى كيطيب، وعاد ديك الساعه كتضيفوا ليه السكر او لا شويه هكا ديال القرفه بودر على حساب كل واحد والذوق ديالو. فانا غنخضر فيه بحال الشكل ديال الخضره، غيجي محمض يعني يجي عادي، ما ماشي الطريقه ديال المعسل بزاف. فهنايا غنخلي هادشي هنايا هادشي اللي باقي دايره اللي غنحتاج بشلاضه خيزو بطاطا. الباربه راني درتها كتسلق قبل ما نبدا الشقه، درتها هي الاولى، راه غير ناقصه عليها باش هكا ما تصدعكمش، راه قريبه طيب. ونمشي نقاد الخضره الاخرى. غنجيبو هنايا البحيمات اللي كنا رقدناهم في العطريه، نطيح لها هاد الجوان هذا، غنضيف ليهم هنا هاد البصله والثومه باش نحط كلشي يتقلى. وما درت لا زيت لا حتى شي حاجه باش اللحم يبقى كيشرب في العطريه، ما درتش الزيت حتى نبغي نسد. نديرو هاد الربيطه ديال الربيع صافي ونحطوه يتقلى، ونقادو السفرجل. راه ما غنرميوهش دابا حتى غنسدو على اللحم تقريبا واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه، عاد نرميو السفرجل. قطعتها غيطيب خيزو شويه وعاد نرميها. السفرجل ما بغيتش نقادو دابا باش ما كيكحلش، نخليوه حتى نبغيو نصبوه باش يبقى في اللون ديالو. والبرده راني حيدتها من الكوكوط باش هكا تبرد. هنا راه خديت 2 حبات كبار ديال البصله، غير شلطتهم هكا شنفتهم وغادي نرميهم دابا. هنا البنات كما غتشوفوا راه طفيت على الكوكوط باش نرمي السفرجل، راه خليت حتى قربت نطفي غير باش ما كيتبدلش ليه اللون، اولا ديروا شويه ديال الحامض باش هكا ما يتاكسدش. والتنقيه ديالو راه بحال الشكل ديال التفاح، هو ماشي بحال التفاح الصراحه، راه خاصك واحد الجهد معاه يكون قاصح. ها يبغي شويه الخاطر حتى تنقيه. هو الحمد لله هذا زوين ما مسوسش هكا بزاف،
بقاو ديروا معاه الخطر. اللي بغى العسل يصبر القريص من حال، اللي بغى تسفرجل تصبر شويه هكا تنقي. المهم غنكملوا هكا. انا قسمته غير على جوج، ما غاداش نقسمو على 4 ونديرو به هكا زوينقه باش ملي كيطيب راه كيتفلحوا هكا. صافي المريقه نيت اللي كاينه راه غادا تجي نيشان مع الطياب ديال السفرجل. انا رويت شويه حيت عارفه غنزيد مازال نسد على السفرجل وكيبغي شويه طياب، داكشي علاش زدت شويه. غتلقاو لاصوص فايته شويه، فنيمو النيت ديالها اللي غيطيب فيها السفرجل. ونمشيو دابا نقادو الشلاضه ديالنا. الشلاضه ديال مالين الدار راه سهل منها ما كان، كيبغيوها بعدا فريش، ما غادا تمحني معها ما حتى حاجه. الزريعه راه ما حيدتهاش، كنقطع الميطيشه وكنديرها غتكونوا شفتوها في الفيديو. غير كتوضيح ليه كل واحد راه كيبقى داكشي اذواق، كل واحد وكيفاش كياكل الماكله ديالو، كل واحد اشنو كيبغي واشنو ما كيبغيش. المهم حتى البربر غنقطعها، ما غنضيف معاها حتى شي حاجه، غنقطعها ونحطها في الطبيصلات. وهذه غندير لها شويه ديال الخل وشويه ديال المليحه، غير الملحه شويه صافي. وها هي شلاضه واجده. بطاطا وخيزو تا هما راه مسلوقين، غندير عليهم الكمون. معدنوس دقيق في الشغل هاد الخضيره. هنا غتقولوا لي علاش درت هنايا مطيشه، يعني اللي مسلوق نورمالمون غيمشي مع اللي مسلوق. الباربه مع البطاطا وخيزو، ولكن كتعرفوا الباربه داك اللون ديالها كتطلي كلشي، ولا دارت مع شلاضه كتطلق فيها داك الماء. فقلت اللهم ماشي مشكل ندير المطيشه والخيار مع البطاطا وخيزو، والباربه نقدمها بوحدها. المريقه ديالنا راه مازال كطيب، الشلاضه راها واجده. باقي ليا شويه ديال الوقت، قلت علاش لا ما نديرش شي عصير. ما عنديش حتى شي فاكهه اللي غتمشي مع عصير ديال الليمون، فقلت غندير الخيار والتفاح والحامض. هاد الثلاثي هادو كيجي المذاق ديالهم زوين، فغنطحن العصير وهكا غنكونوا سالين. وغدانا هو هذا كلشي واجد. راه قطعت معكم الفيديو، صونيت المالين الدار قربوا ان شاء الله يوصلوا. وخليت هنايا المريقه منها كتسخن، من هذيك لاصوص يزيد عقاد، واخا تبارك الله راه عاقده ومعيسله. وديك الريحه ديال السفرجل مع اللحم جايه، يا سلام ما شهيتكم فيها. المهم هذا هو التحضيرات كاملين، وتنوريكم ان شاء الله مائده التقديم.
الشلاضه والعصير راني ديتهم للطبله، بقى الطبق الرئيسي وجات واحد المريقه ما شهيتكم فيها رائعه يا البنات، راه طلعات من داكشي الرفيع. فبالنسبه للسفرجل هانتوما غتشوفوه شكلا ومذاقا جزوين. وهنايا راه هنا ضفت ليه شويه ديال السكر في الكوكوط. فاش كاين في الكوكوط غير شويه، غير شيشه. انا كما قلت لكم الدار كيبغوه كمحمض ومخضر يعني به في المرقه ماشي معسل. والمرقه راه جات رائعه ما شهيتكم فيها. المهم نتغداو ان شاء الله وعاد نتلاقى معاكم. سالينا غدانا الحمد والشكر لله. جيت هنايا الكوزينه غنجمعها نحيد هذا الشيء وعاد نجلس جلسه بعقلها ونرتاح، نتحدث مع موالين الدار ونجمع معاهم. فالكوزينه راه كانت مجموعه من قبل، فهاد الشيء غير ديال الغدا. فداك الشيء علاش قلت اللهم نحيدو نبقى غالبه على الشقه ما يغلب عليا اللي غدار في الماكينه اللي نغسلها بيدي. المهم هو نحيد هاد الشيء وباغا نعمر كويس داتاي نجلسو نجمعو به. ايوا داك الشيء علاش قلت راه نحيد هاد الشيء هو الاول ونخوي البوطاجي وعاد نمشي ان شاء الله نجلس. وهنايا غنكون وصلنا للختام ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون روتين اللي نال اعجابكم وكان خفيف على القلب ديالكم، والمحتوى ديال القناه يكون دائما عند حسن الظن. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو قادم وروتين قادم. خليتكم على خير وشكرا على المتابعه والى اللقاء.